على بالي كامل تحبوا الرز، ولكن تحبوا كيفاش نديروا الرز. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الطريقه بدون صلصه، بلا كوكوطه، بلا فرن، وبزاف بلينا فقط في المقلاة. معايا انا الشيف صلاح الباتني، جربيه وعينيكم مغمضين. نبداو على بركه الله. في كاسرونه نديروا كيله نتاع رز مع 2 كيلات نتاع الماء يكون بارد، نزيدوا لهم شويه نتاع الملح وشويه تاع الزيت، ورقه تاع رند، ونخليو الرز تاعنا يطيب مليح، ماشي تعجن، يطيب عادي. من جهه اخرى نجيبوا مرميطه ولا مقله نديروا فيها شويه زيت، نجيبوا حبه تاع بصل اللي نكونوا قطعناها مربعات صغيره، ونخليوها تقلى مع شويه تاع الملح، خليوها حتى تذبل تماما. من بعد نجيبوا هذاك الرز اللي قطرناه من هذاك الماء نضيفوه، ونجيبوا علبه تاع طونه تاع الزيت، ما ديروش تاع طماطم، ديروا تاع الزيت، علبه ولا زوج كيما تحبوا. ولا هنا الطون عنده دور كبير في الرز هذا. ومن بعد نضيفوا ايضا التوابل انا درت لهنا جامبو، انتم تقدروا ديروا الكركم، فلفل الكحل، زنجبيل، الملح كيما تحبوا. المهم من بعد لنا جبت فرماج رابي، استعملت انا طرتيليس رابيت شويه. ومن جهه اخرى نديروا 2 حبات نتاع البيض مع شويه تاع لاكريم فريش. اللي ما عندوش لاكريم فريش يقدر يدير الحليب، ولكن ما تكثروش الحليب، وانا ننصحكم بلا كريم فريش. نضيفوا شويه تاع ملح، فلفل الكحل، نخلطوهم جيدا. ومن بعد لهنا نجيبوا هذاك الخليط نفرغوه على هذاك الفرماج وعلى ذاك الرز، ونغطيو عليها ونخليوها حتى نطيب على نار قليله، يذوب لنا هذاك الفرماج والبيض تاعنا يحكم روحه. وهذه هي النتيجه الاخيره. والله العظيم غير هذه الوصفه راح تفرحي بها الاطفال تاعك، راح يوليو يهبلوا عليها وتولي